بجد ازيك يا دكتور؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ استاذ محمود معايا صح؟ اه، ازيك يا حضرتك فندم؟ بعت لي على الواتس عايز تعمل مداخلة. اه، بالظبط كده. ازيك يا استاذ دكتور؟ عامل ايه؟ محمود، الحمد لله بخير يا فندم. استاذ اخبار عليك؟ محمود، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا فندم، صحة والله والسلامة. انا مش هطول على حضرتك، بس انا بصراحه يعني عجبت بشخصيتك وعجبت حبيبي بالصفحه بتاع ربنا حضرتك يخليك. ومجهودك مع الناس. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. بس ربنا انا ايه، يخليك ربنا انا يخليك. هقول لك على موضوع بموجز طب مختصر. احنا دلوقتي يعني بسجل لك وبنصور، فيها مشكلة معاك التصوير او لا يا حاجة؟ باشا، تحت امر معاليك، تمام. تحت كام امر سنة يا معاليك. استاذ محمود؟ 33. 33. هسمع مشكلتك. 32 ماشي، في 33 يعني. 33 يلا. تمام. تمام، بص يا هندسه، دلوقتي والله انا متجوز ومعايا بنتين. تمام. تمام. آه، طبعا الواحد يعني ايه، بلغة الحياة ان هو قابل ناس كتير وقابل بنات كتير وتعامل وكده. طبعا انت فاهم انا اقصد ايه يعني. تمام. بس انا قابلت حد كده من قيمة 3 شهور، مم. قلب كياني. بص، نص التاني في كل يعني شبهي في الطريقة وفي الأسلوب وكل انت حاجة. المدام معاك مش منفصل طبعا صح؟ لا لا لا، هي مراتي معايا تمام وبيتي تمام. معايا ودنيتي معايا وكل حاجة تمام. تمام تمام. حتى أنا كان اتفاقي معاها إن ده كيان ما أقدرش أقرب منه. تمام حتى بقى مهما كنا بندوس في علاقتنا قوي بنغوط، بس احنا كنا متفقين ان احنا ان ده كيان ما اقدرش اقرب منه. تمام. وهي كانت متفهمه ده، وهي كان موافقاني بده يعني. تمام حبيتها جدا جدا جدا. انا بقالي معاها 3 شهور، حاسس ان انا بقالي معاها 30 سنه. تمام. يعني بفهمها من عينيها. تمام وهي نفس القصه بالنسبه لي. تمام. المهم، في مشاكل بينها وبين جوزها كتير. انا حطيت اه ايدي على هي كذا حاجه. متجوزة؟ اه، هي يعني هي متجوزه. مع جوزها دلوقتي؟ اه. تمام. طبعا سمعت منها وقعدت، يعني بمعنى صح كده، طبطبت عليها بمعنى الكلمة يعني. طبعا تمام بالطريقة وبالأسلوب. منا لبعض اتكلمنا كتير، قابلنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة. تمام. وبقى في إريحية بينا في الكلام، وأنا حبيتها جدا. وبص، يعني عايز أقول لك، مش عارف أعيش من غيرها. أنت تمام. متخيل؟ مع إن تمام. والله مراتي ليها معزة عندي جدا، ليها أم عيالي. وده يعني زي ما أكيد. قلنا. مم. دي حاجة، بس دي حاجة تانية خالص، فيها كل حاجة أنا عايزها. جميل. كل حاجة دماغي ممكن ما تجيش في خيالي حاجة فيها. تمام. البنت، مع إن هي كمان متجوزة ومعاها بنتين. تمام. آه هي دلوقتي في مشاكل مع جوزها، تمام. وبيت إيه، بيت أهلها. وعلى إن هي انفصال، يعني هي مش هترجع تاني. يعني جميل. الموضوع خلاص يعني. فأنت جميل. فدني كده لوجه الله، إن أنا برضو طيب. بثق في حضرتك وبثق في البرنامج بتاعك وكده يعني. جميل ربنا يخليك. طيب تحب نتكلم صاحب لصاحب ولا نتكلم يا ريت. بالشوكة والسكينة؟ لا، نتكلم دغري كده نتكلم عشان. صاحب لصاحب. احنا قاعدين على اه. القهوة دلوقتي وانت مم. بتحكي لي القصة دي وانا بدردش معاك بدون حساسية. انت تمام. بتحبها وكل حاجة فوق دماغي، ده موضوع، واللي احنا بنحكيه دلوقتي موضوع تاني صح حب كده؟ ايه ده؟ حب مش عادي يعني. بتموت برضه. فيها، هي طبعا. برضك فوق دماغنا. تمام كده، نتكلم بقى بالراحة. اه، انت عايز مثلا ايه؟ ان هي تنفصل وتتجوزها مثلا؟ يا ريت. جميل بتمنى. قوي. طيب لو انت، وهو ده اللي في الخطة، هو ده اللي في هو البداية ده اللي في يعني. البداية، جميل قوي. م. هنرجع نقول لو انت متجوزها زي جوزها، وايا كان بقى هي بتكرهك او م. هتقبل ان مراتك تكون معاك وتخونك مع حد تاني؟ لا طبعا. مش هتقبل. بس خلي إيه؟ بالك، خليني هو بقى معاك جوزها. للاخر، احنا بنتكلم بندردش م. مع بعض. م. عارف لو جوزها فيه كل العبر، بس هي في الاخر اسمها عملت ايه وهي على ذمته وهي معاه؟ خانته مع م. واحد تاني. انت مراتك ربنا يخليك انت عندك منها عيال، طبعا. خليك انت دلوقتي انت بتعمل غلط دلوقتي لان انت دلوقتي بتخون مراتك، ده م. طبيعي انت بتخونها. تمام. تقبل او ترضى على مراتك ام عيالك ان هي تخونك؟ لا طبعا. طب ما هي دي بتعمل كده، بلس زائد ان هي دلوقتي مع جوزها. عارف لو جوزها ده بيضربها بيعملها بيسويها هو تتطلق مش منه. قاعد معاها ال 24 ساعة، هو بيجي لها يوم في بس الأسبوع أجازة. جوزها، بس متجوزة، بس ست م. معاها راجل ومتجوزة. وما تزعلش منها، بتخون جوزها مع شخص ما تاني. م. فهل دي تقبل ان انت تتجوزها؟ انت بتحبها انا عارف. انت هي مراية الحب عمياء، انت في حاجات انت مش شايفها هي بتعملها ممكن. عشان هي بتعملها معاك، انت مش شايفها. يعني انت شايف ممكن. ان انت ممكن. بتحبها. طيب هنرجع دلوقتي، حط انت مكانك مكان جوزها، انت هتبقى جوزها. م. طب ما انت ممكن تضايقها وهي تخونك مع حد تاني زي ما عملت مع ابو عيالها. هو مش ممكن ده يحصل زي ما حصل معاك؟ هو ما هو انت ممكن مش اسمع. اخر راجل
في الدنيا. لا، ما انت ممكن زي ما طلع راجل على جوزها وهي حبته، اكيد هي بتحبك. زي ما طلع راجل على جوزها وهي حبته، ما هو ممكن يطلع راجل عليك وهي برضك تحبه، وساعتها هي تخونك معاه. ليه بقى؟ لان هي ملهاش خير في جوزها دلوقتي. هي ما استنتش لما تنفصل من جوزها يعني وتعيش قصة حب. انت ايش عرفك ان هي مثلا، معلش ما تزعلش مني، ما بتكلمش حد تاني عليك انت وجوزها؟ ما هو اللي خلاها تخون جوزها، ما هي ممكن تخونك. دي ايوه ست دي صحيح. ست دي ست متجوزة وانا يعني. احيانا كان الفكر اللي انت بتقوله ده احيانا كان بيتردد عليا، بس ما كنت هو ده بستبعده. لازم لا، اوعى تستبعده. زي ما هي ما استبعدوش وعملته، توقع ان هي ممكن تعمله. يعني الست اللي هي مراتك دي دلوقتي، انت ممكن تشك فيها 1%؟ اه طبعا. صدقني دي انت هتشك فيها كتير. عارف ليه هتشك فيها؟ لان العلاقة من البداية فيها خيانة منها هي لجوزها، وانت هتبقى جوزها في يوم من الايام. تعال بقى شوف الخسائر. إن لو انت عملت كده اللي انت هتخسرها، مراتك هتقبل ان انت تتجوز عليها؟ لا طبعا. دي خسارة. اهلك ظروفهم هيبقوا ايه؟ اوه. خش في عدايات كبيرة. قصص. وهي معاها دلوقتي طفلين، مش معنى ان واحده انفصلت معاها طفلين معنى ان لا هي ما وكمان تتجوزش، لا ايه. تتجوز، بس الطريقه اللي هي او الوقت اللي عرفتك فيه صعب جدا لا جدا. وحاجة تاني ان نسايبي مثلا ناس محترمة وبيعاملوني احسن معاملة، بص كل ده انت ممكن. هتخسره يوم ما تتجوزها. كل ده انت هتخسره. ما هو نسايبك دول بيعاملوك كويس ليه؟ عشان بنتهم. طب انت جيت على مثلا. بنتهم واتجوزت عليها، نسايبك هيعاملوك حلو بأنهي طب وش؟ اه خلاص كده. خلاص هيعاملوك حلو ليه؟ خلي مثلا جوزها، مثلا جوزها بيعمل ايه؟ خانها مع حد مرة واتنين وتلاتة على فرشتها. جميل انت جميل متخيل؟ قوي. خانها مع وربط حد، واحده وخ... واحده و... ناخدها بالراحه. خانها مع حد اه وعلى فرشتها. وخلاها ان هي هل ده تكلمك. هل ده بتحلله انت ان هي تخونه؟ طب ما انت بتخون مراتك. ينفع مراتك تقول لك ايه؟ ما هو بيخوننا اروح انا كمان اخونه؟ طب ما انت دلوقتي ما تزعلش مني، انت دلوقتي بتخون مراتك. بتخونها ولا ما مم. بتخونهاش؟ هو على ارض الواقع خيانة. بتخونها. زي اه ما هو كمان التاني بيخونها. بس الفرق ما بين مراتك ومراته ايه اللي حصل هنا؟ لما انت خنت مراتك، هي ست عاقله وقاعده في بيتها وما فكرتش ان هي تبص لحد غيرك. ابدا ابدا، وعارفه ربنا ان عارف هي التانية لو انت خنتها؟ طب ما هي اول مره حللت ان هو لما خانني انا خنته. عارف التانية لو انت خنتها هتعمل ايه؟ هتخونك مم. زي ما خانته معاك. فانت الموضوع، انت بتحبها. انا متاكد ان انت بتحبها. بس اكيد. يعني انت في حاجات مش واخد بالك منها. امتى بقى هتفوق للحاجات اللي انت مش واخد بالك منها؟ لما تخسر حاجات كتيرة قوي 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 قوي. هتخسر مراتك ونسايبك وبيتك واهلك وحاجات كتيرة ممكن هتخسرها. طب ما احنا لسه على البر وما خسرناش حاجة. فاحنا يعني دايما في علاقات حب كده، فكر بعقلك قبل ما تفكر بقلبك. يعني وارد ان يعني انت تحب واحدة عليها. هنا بقى لما انت وارد. تحب واحدة عليها، هتحلل لها لو هي خانتك زي ما انت بتحلل لها دلوقتي؟ اه طبعا. ما هو لا طبعا. يبقى هنا بنفكر بالعقل. انا صريح اركن جدا بقى. معاك. اه اركن بقى قلبك ده خالص. وهنا نتكلم بالعقل. اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك. وطالما عملت كده مع غيرك، صدقني ممكن تعمل كده معاك. لان هي ما اتجوزتش التاني الا لما كانت بتحبه. ولو هي دلوقتي بتحبك ممكن بكره تكرهك. ممكن لو هي لما تلاقي، سابت بلاد كمان، يعني هي جت من ليبيا عشانه، انت متخيل يعني هي سابت. يعني انت متخيل هي يعني بتحبه، يعني ما مم. اتضربتش واتغصبت عشان تتجوزه لا بقى لا. فيما بعد كرهته؟ طب ما انت ممكن هي بتحبك دلوقتي فيما بعد تكرهك تقوم رايحه تخونك. ان هو المفروض تسيبها لان دي ست متزوجه. واللي هنقول بردك ما نقبلوش على نفسنا ما بنقبلوش على الناس. هي ست مش كويسه ان هي بتخون جوزها، الله يصلح حالها ويسهل لها. بس انت بيتك وعيالك اهم من اي نزوه في الدنيا. طبعا اهم مني. بص، شرق غرب روح تعالى اعمل اي حاجه في الدنيا، بس تعالى عند سكه بيتي ومراتي وعيالي دول، يعني احافظ عليهم. ما احطش طبعا. واحده مكان مراتي اصلا بتخون جوزها معايا. صعب. الموضوع صعب. انت لو اكيد. بتكلمني المكالمه دي بتقول لي انا بحب واحده على مراتي او ممكن نتناقش في الموضوع. انما واحده متجوزه وبتخون جوزها معاك وعايز تتجوزها، صدقني الموضوع صعب شويه. يعني صعب كتير مش شويه. انا فاهم؟ كنت مستسهل الموضوع بيني ما هو وبينك، انت بس انا مستسهله قلت عشان بتحبها. انما انت دلوقتي لو فكرت، لو انت حد بيحكي لك الموضوع
ايا كان بقى مين هو وانت مش فيه، او انت اللي مش في القصه، صدقني هتقول له نفس اللي انا بقوله له، ان الست دي طالما خانت جوزها وهي على ذمته او هي معاه، وارد ان هي تخونك، لان ده طبع فيها يعني، ده طبع فيها. مم. فلا يعني نشوف مراتي بتعمل ايه، وعشان ابص لواحده غير مراتي تبقى احسن من مراتي، تبقى احسن من مراتي. انت ممكن هي انت شايفها احسن من مراتك في حاجات معينه. ايه هي الحاجات المعينه؟ نزوات، بحب اتكلم معاها، لو بيحصل حاجه بحبها معاها، لو بيحب كل ده معاها. اللي بقوله بقى بيني وبين نفسي، بيني انا وبين نفسي كمحمود او كمحمد او لا يجوز خالص. كلام لا، كلام مقنع. يجوز كلام مقنع. بيتي، يجوز عيالي، يجوز مراتي، يجوز اهلي. دول اللي هيحافظوا عليا، دول اللي أيوة. اسمي لما يتكتب اسم مراتي هبقى انا بره وعارف مراتي قاعده في البيت على انهي كرسي في الشقه. انا بره، انا سافرت، انا اتغربت، مش هشك مجرد. تعرف اوحش حاجه في الدنيا ايه؟ مم. ان الراجل يشك في مراته. اوحش حاجه في الدنيا. هو لا يستقر ولا في شغله ولا في طلعته ولا في راحة ولا في ولا جهة في ولا اي أي حاجه حاجة. في الدنيا مم. خالص، ولا في اي حاجه. لو ده انت حقيقي. دماغك اشتغلت، صدقني انت العلاقه دي هتعمل عليها علامه اكس كده. هتتعب، هتتعب عشان بتحبها، هتتضايق شويه بتاع، الله يصلح حالها. هي الله يسامحها اللي هي عملته، والله يسهل لها حياتها بعيد عنك انت خالص. انما ان انا اخسر مراتي وعيالي عشان خاطر علاقه زي دي، انا ما برضاهالكش يا حبيبي. احنا شباب زي بعض، وما تزعلش مني في اللي انا قلته، احنا بندردش مع لا لا، بعض. انت اخويا وانا مستريح ايوه، جدا الله في يبارك كلامك. لك، ما دي هو اهم بصراحة انت، حاجه. انت دوست كام نقطة كده بصراحة كانت غايبة عني. بالظبط. هي في دماغي بس ما صحيتش. فاهم لا، انت لازم يعني. تصحى عشان خاطر انا هخسر حاجات كتيره عشان النقطه دي. لا، يبقى انا اركن النقطه على جنب، واشوف النقط التانية اللي في حياتي، اشوف شغلي، واشوف بيتي، واشوف دنيتي. حصل اللي حصل خلاص، الله يسامحك والله يسامحها، وخلاص على كده، وان شاء الله اللي جاي لك احسن باذن الله. يا رب، انا مش عارف اشكرك قد ايه بصراحة. انت حبيبي يا استاذ محمود، ربنا يخليك يا حبيبي. متشكرين اللي معاليك، وانت الله حد يخليك محترم وبجد. حبيبي. انت يعني فدتني جامد الله ولو يخليك. في تقييم للبرنامج ولا في اي حاجة بجد، انت يعني اديك يعني ربنا يخليك يا مليون في حبيبي. المية يعني. ربنا ده يخليك يا حقيقي. حبيبي ويوفقك في حياتك. يا رب يا رب ماشي يا يا رب. استاذ محمود، اتفضل يا ماشي يا فندم، هندسة، اتفضل، ماشي. شكرا شكرا.